هل فعلا اترفع علم اسرائيل في ماتش مصر والارجنتين ولا الكلام ده فيك؟ انتشرت قصه بعد مباراه مصر والارجنتين في دور ال16 في كاس العالم 2026 وجماهير الارجنتين كانت بتستفزهم بالعلم الصهيوني الاسرائيلي، وفي ناس دخلت في مشاده كلاميه مع الجماهير دي لدرجه ان في جماهير طلعت وقالت وصورت كمان ان الجماهير الارجنتينيه كانت بتحدف عليهم مواد كحوليه وبيشتموهم في المدرجات، وكمان اساءوا للاسلام اساءه كبيره جدا لدرجه ان الجماهير المصريه اللي كانت هناك في المدرجات قالت ان بمجرد الارجنتين ما كسبت الماتش المدرجات تحولت تماما لاساءات عنصريه وكمان اساءات ضد الاسلام وضد فلسطين. القصه دي اللي عايز اقوله ان هي حقيقه ومش فيك. ايوه اترفع علم صهيوني في ماتش مصر والارجنتين، ايوه كمان اتحدث مواد كحوليه وخموره على الجماهير المصريه والاسلاميه في المدرجات. اتحاد الكره المصري طبعا لسه ما اتكلمش عن الموضوع ده، ولكن كل اللي حصل ان هو قال انه هيقدم شكوى رسميه ضد حكم المباراه، وهيطالب كمان بفتح تحقيق كامل مع طاقم التحكيم بالكامل بسبب قرارات كتيره جدا كلنا شفناها ويمكن اكترها في الشوط الثاني، وكمان ان الحكم رفض ان هو يرجع للفار مع هدف الارجنتين الثالث رغم ان هو مشابه جدا للهدف اللي اتلغى لزيكو التاني لمصر. السؤال بقى هنا، هل جماهير الارجنتين كانت مستفزه من تصريحات حسام حسن اللي قالها عن فلسطين قبل المباراه، ولا ليه اصلا رفعوا العلم الصهيوني؟ بس كده ودي